يا أختاه، تعالي يا أختاه. أنا قلت أختاه، أنت أختاه؟ اركن يا حبيبي على جنب. خايفة إن جوزك يتجوز عليكي يا أختاه؟ اوعي تخافي. لو خايفة إن واحدة تيجي وتقسمك في ممتلكات وفلوس جوزك، لو جوزك غرضه حلال ربنا هيكرمه من واسع جدا، وكده كده الخير هيعم على الجميع بما فيهم انت يا اختاه. لو خايفه ان تيجي واحده اصغر واحلى منك، اوعي تخافي يا اختاه. ده حتى المثل بيقول القديمه تحلى ولو مش عارف ايه. وفي مثل تاني عندنا في مصر يقول لك الدهن في العتاقي. لو بتتعاملي مع جوزك انه بتاعك انت بس، فانه يتجوز عليكي ده علاج لحب التملك المرضي اللي موجود عندك. علاج برضه سبحان الله مليان فوائد موضوع الجواز التاني ده. ولو اعترضتي على الزواج التاني لجوزك، فده معناه ان انت عندك ضعف وازع ديني. الله الله يا اختاه الله. هل تقبلي ان جوزك يعمل حاجة حرام وياخد سيئات؟ لا طبعا، يتجوز على سنة الله ورسوله. ولو خايفة على فراقه وبعده عنك، فده بيعلمك حاجة جميلة جدا يا اختاه، الصبر. وللصبر ثواب عظيم. الله اختاه، انت مكانك مش هنا، انت مكانك فوق فوق يا اختاه. وانت يا حبيبي يا جوزها يلي سامع كلامي مع اختاه، وانا قلت لك ما تسمعش بس انت مصر تسمع. كلمة واحدة يا ابني هقولها لك، خليك راجل يا حبيبي، انت مكانك فوق فوق.